طب هو معانا على الهوا. طيب دكتور سعد. طيب. هي فرصه معالي الدكتور ان احنا اولا نعيد على حضرتك ونقول لك كل عام واسرتك وكل المسلمين بخير من خلالك، وانك دايما بتعلمنا الحقيقه يعني الفقه بكل صور وكل انواعه، بما ان انت استاذ الفقه المقارن. دكتور سعد مرحبا واهلا وسهلا. بارك الله فيك استاذ محمد، وكل سنه وحضرتك طيب والامه الاسلاميه بخير، وتحياتي لفضيله الشيخ اشرف زاده الله خلقا وعلما. انا سعيد جدا بالحلقه وسعيد باخوانك العاملين معك في هذه الحلقه. تحياتي للاستاذ سامي والاستاذ محمود ومدحت وكل العاملين معك في هذه الحلقه وقناه المحور. يعني الحقيقه بتفكرونا بهؤلاء الأبطال الذين تركوا راحتهم وتركوا عطلاتهم من أجل خدمة الآخرين. خير الناس أنفعهم للناس كما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة أود كما أقدم لك الشكر والعاملين بقناة المحور وسائر القنوات الإعلامية الهادفة، أود أيضا أن أقدم الشكر للأطباء ورجال الشرطة وعمال المصانع والموظفي الصحافة وسائر العاملين في أيام العطلات التي تركوا فيها راحتهم من أجل خدمة الآخرين. هؤلاء يستحقون الشكر والتقدير والإجلال. ده من دماسة خلقك يا دكتور، وكتر خير حضرتك وكل عام وحضرتك بخير. يعني وانت بالصحة والسلام. واحنا مفتقدينك عايزينك معانا في العيد، بس حضرتك بقى وقتك ما يسمحش. بنشكرك على عفوا. هو إن شاء الله الوقت للأهل وللأحباء، ونسأل الله أن يعيننا جميعا. وهو واجب برضه، هو واجب شرعي. نعم نعم. اتفضل. يعني أنا سعيد جدا بما تفضلتم به من أن الله رحيم بعباده. الرحمة التي أنزلها الله عز وجل للبشرية واحدة من 100، واحتفظ لنفسه ب99 جزءا من الرحمة، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. ومن هذه الرحمة كان عيد الأضحى المبارك. عيد الأضحى المبارك هو عيد الأمة الإبراهيمية التي من بطنها الديانة اليهودية والديانة النصرانية والديانة الإسلامية. نعلم بأن عيد الأضحى كان له سبب، وهذا السبب هو أن الله عز وجل كان في الحكم الأزلي أن يختبر إيمان المؤمنين بالتقرب إليه سبحانه بذبح أحد الأبناء. وكان هذا كاد أن يحدث، ومن صدق إيمان إبراهيم عليه السلام لما سلم نفسه لله عز وجل وازداد إيمانه وعرض الأمر على ابنه إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فكانت الأضحية هي البديل عن ذبح أحد الأبناء. تخيل لو أن الله عز وجل أنزل هذا الحكم أيام إبراهيم عليه السلام وشرع في أمة اليهود ثم في أمة النصارى ثم في أمة الإسلام، ماذا كان وضع الإنسان؟ كان من رحمة الله عز وجل أن شرع الأضحية تقربا إليه سبحانه وحماية لأبنائنا ورحمة بإنسانيتنا. هذه الرحمة التي يجب أن تترجم إلى زيارات وإلى ود وإلى تصالح وإلى محاولة لإقالة العثرة. نحن لازلنا في الأيام العشر التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها أفضل أيام العام. ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قال ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وأهله وماله فلم يرجع منهما بشيء. لعل هذا اليوم وهو اليوم العاشر، أتدري أستاذ محمد بأنه هو الذي لقبه النبي بالحج الأكبر؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في يوم النحر أي يوم هذا؟ فقال إنه الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر. لأن في هذا اليوم يعني مش يوم عرفة يا دكتور. نعم، لا ليس يوم عرفة، وإنما هو يوم النحر. لأن يوم النحر هو إتمام الحاج لنسكه.
فطوف طواف الوداع وتم بذلك النسك، وله بعد ذلك في المذاهب الأخرى الرجم والمبيت. وإن كان الحنفية يرون بأن طواف الإفاضة مع الوقوف بعرفة تمام للمناسك، وسائر الفقهاء يرون بقية المناسك وهي تابعة لهذا اليوم الذي نعيش فيه. هذا اليوم يعني يجب أن يعرف المسلمون فضله وألا يفوتهم هذا اليوم قبل مصالحة المتخاصمين. لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكما تفضلت في مقدمتك وأنت تتكلم في مقدمة هذه الحلقة الجميلة، يعني يجب أن يكون الإنسان ودودا وصولا من نفسه، لا ينتظر من الآخر أن يبادره أو أن يرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلخص ذلك في قوله: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطع. فهنيئا للواصل، هنيئا لمن يبادر، هنيئا لمن يأتي على نفسه، هنيئا لمن يخدم الإنسان. وإذا كان العاملون اليوم يقدمون عملهم لخدمة المستريحين في بيوتهم والمستريحين في زياراتهم، فيجب على سائر البشر وسائر المسلمين أن يبادروا لزيادة هذه الأواصر، أواصر المحبة والود والرحمة ما بين الناس وبعضهم. أنا تحياتي للشيخ أشرف، ولا أريد أن أخذ وقته والناس ينتظرون منه الكثير والكثير، وهو شيخ واعد، ونسأل الله عز وجل له مزيدا من التوفيق والعلم. كتر خيرك يا دكتور، كتر خيرك. وأريد أيضا للمشاهد أن يستمع إلى علم الشيخ أشرف وإلى سائر فقرات حلقة. يا دكتور خليني أقول لك إيه المسألة الفقهية اللي بتشغلك هذه الأيام، يعني إيه اللي هتخرج علينا بإيه جديد قريب إن شاء الله؟ والله المسائل كثيرة. المجتمع في أمس الحاجة إلى عمل الفقهاء. فكل مشكلة تتم في زحام المواصلات، في أخواننا الذين أنا عايزكم يا دكتور طلعوا لنا فتوى إن زحام المواصلات حرام يا دكتور. نعم، عايزكم طلعوا لنا فتوى إن زحام المواصلات حرام. والله عشان إحنا تعبنا. بس في العيد رائع، عايز أقول لحضرتك في القاهرة العيد رائع المواصلات، يا ريت الدنيا تفضل كده على طول. لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. لو أن من عنده زائد قدمه لجيرانه بدل من أن يلقيه في يعني عفوا كما نسمع في المهملات وفي يعني إلقائه للحيوانات وغير ذلك. لو أن كل إنسان حافظ على النعمة وأكل ما يريد أو أكل ما يحتاجه ثم ادخر الباقي أو قدمه حتى للذين يعملون معه في خدمة البيت أو في حراسة العمارة أو في عمال النظافة أو غير ذلك، أكفل مسلما، أكفل إنسانا. لأن لا أقول أكفل مسلما وإنما أقول أكفل إنسانا. صحيح. فالإنسان هو عبد الله عز وجل، ورازق المسلم هو رازق غير المسلم. الدنيا للمسلم وغير المسلم، ولكن الآخرة لها حكم آخر. نحن في الدنيا مسؤولون عن هذا الإنسان. الشيخ أشرف عايز من كان عنده فضل ظهر يعني فضل سيارة، إذا كان هيسافر من محافظة إلى محافظة فليتصل بالتليفون لأقاربه من إخوانه في عائلته. أنا لا أريد أن يدخل معه في سيارته أحدا من الأجانب الذين لا يعرفهم، فربما يحدث غدرا. وإنما أطلب من يسافر أو ممن ينتقل من مكان إلى مكان أن يتصل بأهله وذويه وأصحابه وزملائه الذين يعرفهم ويقول لهم أنا ذاهب إلى المكان الفلاني، فهل في الإمكان أو لكم والله فكرة جميلة يا أستاذنا الدكتور الخروج معي. بهذا يحدث نوع من توفير زحام المواصلات. بالتأكيد يعني الفقيه مسؤول بدراسة مشاكل المجتمع، وعليه أن يبحث من خلال الكتاب والسنة ما يعني يحل به المشاكل، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن الإسلام صالح لكل زمان وكان، أن الإسلام هو ما فيه نجاة كل إنسان، ولكن ليس بالنص الجامد وإنما بالفقه والفكر. وده اللي احنا مستنيينه من حضرتك دايما يا دكتور. الشيخ أشرف كان عايز يدخلك مداخلة سريعة. اتفضل. أستاذنا الدكتور ربنا يبارك في عمرك. الحقيقة كنت محتاج ان انا اقابل حضرتك بعد في اجازة العيد او بعد الاجازة، لان في مشكلات كتير جدا بتواجه، مشكلات شرعية او احكام
محتاجة يعني توضيح أو تبيين، لأن إخواننا في أوروبا تقابلهم كثير جدا من مشكلات غير عادية خالص. والحقيقة يعني أنا كنت لسه في رحلة من حوالي شهر ونص ولسه راجع امبارح، لكن الحقيقة قابلتني مشاكل كتير جدا وتساؤلات كتير جدا عجزت عن الرد عليها، وأنا وعدتهم إن أنا هعرض كل الكلام ده، أنا كتبت كل ده في مذكرات عندي، وكنت محتاج أزور حضرتك ونعرض الكلام ده كله ونشوف مخارج للمشاكل اللي أنا أعتقد إني أنا اجتهدت كتير جدا عشان أطلعهم من خلاص هذا. أنا أخدها من حضرتك ونعملها حتى. الله تواضعا يا شيخ أشرف، وأثق في علمك وأثق في قدرتك على الفتية، ولكن هذا من ورعك ومن تواضعك، فزادك الله أدبا وخلقا. جزاك الله خير.